النهاردة هنعمل منظم سهل من رول المناديل ومش مكلف خالص. تابعوا الفيديو ده. اول حاجة معانا رول المناديل، انا هغلفها بلون بينك. حطيت كده صمغ، طبعا انا هسيب فراغات من فوق ومن تحت. انا اغلفها كده، هحط صمغ على كل الرولة عشان ما تفكش مني. بعد ما خلصت اغلفها طبعا كان في زيادة فهوصلها بالمقص عادي. هبدأ ان انا اقص الزيادات اللي احنا سيبناها في الاول وهتنيها لجوه باستخدام اللاصق. بالشكل ده كده هلزقها كده. طبعا انا قصيت فراغات عشان ما كانش ينفع الزقها وهي معمولة كده، كانت ممكن تعمل شوية تقلصات كده. بقى ان انا اعمل نفس الخطوة نفس اللي عملتها فوق. وبعد كده طبعا كان في 2 رولة غلفتهم بنفس الطريقة. بعد كده معايا كرتونة المقاس اللي انتوا تحبوه، انا معايا المقاس ده. وبعد كده انا غلفتها بورق ابيض. بعد كده هنبدأ نلزق رول المناديل على الكرتونة باستخدام الشمع. انا قعدت اضغط عليها عشان اتاكد انها لزقت كويس طبعا، وكانت القاعده كبيره فقصيت حته كده من الجنب على قد الرولة. بعد كده بقى معايا ال3 الوان دول بنفس الوان الرولة. هبدا ان انا الزق الازرق على البينك. هحط صمغ على الازرق عشان الزقها في البينك كده. هبدأ بقى ان انا احط صمغ على اللون الاصفر عشان الزقه على الازرق عشان يكون لي شكل القوس قزح. بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اقص من النص كده. هبدأ ان انا اقوم رايحة اقصاها بالشكل ده كده. هبدأ ان انا الزقه على المنظم كده. هلزقه على الطرف وهحط شمع تحت كده. هتك عليها كويس عشان اتأكد انها لزقت. بعد كده معايا الغيوم دي رسمتها ومش عارفة هي طلعت معايا كده. هبدأ بقى ان انا احط شمع من ورا عشان الزقها على احرف القوس قزح كده بالشكل ده كده. ودي بقى نتيجة المنظم. طبعا شكله طلع جميل جدا ومش مكلف خالص يعني. هبدأ ان انا احط فيه بقى الاقلام. منظم يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.